مرحبا بكم إخوتنا الأعزاء. كما تابعت في العنوان، اليوم راح نبين للعياشة بالدليل والحجة الفرق بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري الذي يقتني السلاح بحر ماله وبين الجيش يجيب الخردة القديمة يصبخها ويشريها كريدي. قبل ما نبداو تشفاو كلكم للصورة هذه حيث قام المغاربة بنشرها سابقا، صورة لدبابة تي 90 الجزائرية من مناورات العهد 2026. ضحكوا على شكلها وتهكموا عليها، بالرغم أنه الجيش الجزائري شراها جديدة من مصنع أورال فاغون زافود الروسي. جبناها في الساشي دبل زيرو. في الجهة الأخرى طوال الوقت قعروا لنا رصاصنا بدبابة أبرامز، أقوى دبابة في إفريقيا، والمغرب غادي يدخل ليكم حتى الوهران بالأبرامز. ليسونسيال اليوم بالذات أروح نوري لكم منين جبتوا الأبرامز وكيفاش جبتوها، وسمحوا لنا على طريقة التعليق. اليوم راح نخرجوا شوية عن النص. صفقة دبابات أبرامز اللي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة ليست صفقة شراء دبابات جديدة، بل هي عملية إعادة تدوير، يعني معدات عسكرية قديمة خارجة من مخازن الجيش الأمريكي مستعملة فيما يعرف بأنينستون ديبو. المكان هذا يعتبر مقبرة دبابات ضخمة يا جماعة، كما راح تظهر في الصورة أمامكم الآن. هنا يقوموا بتجميع الدبابات المستهلكة والمستخدمة وتعاد صيانتها ويتم بيعها من جديد لبلدان كما المروك. الدبابات هذه يا الخوة ماهيش دبابات حديثة، يعني ماهيش خارجة من المصنع، بل شاركت في حرب، يعني نصها شارك في حرب الخليج ونصها الآخر كان في الخدمة في الجيش الأمريكي وخرج من الخدمة. وجميعها من طراز أبرامز M1 A1، يعني هذه النسخة هي أقدم نسخ دبابة أبرامز، وكلش موثق بالدليل أمامكم الآن، وراح نخلو لكم جميع الروابط في الوصف. الدبابة هذه توقف إنتاجها منذ سنوات طويلة، وكملاحظة فقط بالك ويحشو لكم بمصطلح سبيشال أرمور، يعني راهم يستخدموا المصطلح هذا باش يبينوا للمتابعين أنه النسخة هذه مخصصة للمغرب، وهي ما كاين لا نسخة للمغرب لهم يحزنون. هاي في الصورة هنايا أمامكم، شوف يقولوا باللي زعما المغرب شرا نسخة خاصة ليه، وهي ما كاش منها. الدبابة أبرامز المروكية جاية من مقبرة دبابة أنينستون ديبو، وراحت للمصنع تم تحديثها وباعوها للمروكي. ومع ذلك تم تسويق الصفقة على أنها تعزيز ضخم لقدرات الجيش المروكي، وبينما الحقيقة مجرد خردة عسكرية أعيد طلاؤها وتحديث بعض أنظمتها. يعني هناك عشرات المصادر نقدر نخليهم لك وتدخل تقرأ، وما هيش مصادر عربية، كلها مصادر غربية يعني من عندهم. الإعلام الرسمي يتحدث عن قوة خارقة للدبابة وعن تفوق نوعي على الجيش الجزائري وعن أحدث تكنولوجيا، لكن الواقع أن المغرب اشترى دبابة مستعملة أعيد تأهيلها. هذه حقيقة، هذه فصلنا فيها وصاي. هما راهم يقولوا باللي وصلت كي قاموا بتحديثها وصلت المعيار M1A2، وانا نقول لك حتى معيار M1A2 يبقى نسخة قديمة. الصفقة المغربية تم عقد الصفقة الأولى، صفقة 222 دبابة سنة 2012، وزادوا جابوا 172 دبابة أخرى سنة 2018، ليصل العدد الكلي إلى 394 دبابة، كلها من مخزون الجيش الأمريكي. وهنا وصلنا للبيت القصيد. البرنامج هذا يسموه الأمريكيون برنامج المواد الدفاعية الزائدة، المعروف باسم ODA، كما راه يبان أمامكم الآن في الصورة. هنا واش تدير الولايات المتحدة الأمريكية؟ فائض السلاح اللي يكون عندها، سواء مدرعات سواء بنادق هجومية سواء دبابات إلى آخره، يمدوه للبلدان حليفة ولا شريكة مثل مصر، مثل المغرب، بلدان فقيرة مثل لبنان. هذه المعدات الفائضة يقوم الجيش الأمريكي بإعادة تدويرها في مصانع أنينستون، اللي كما قلنا قبل أنها تعرف بأنها أكبر مقبرة دبابات. تم يقوم بتفكيك وإعادة تركيب المعدات القديمة لتباع لدول تبحث عن تعزيز رمزي أكثر منه فعلي.
الدبابة هذه اللي روج لها الإعلام المغربي على أنها إنجاز استراتيجي ليست سوى بقايا حرب الخليج. يعني عندها ما حكت في حرب العراق، خدمت مليح عيات، واليوم أعيدت للحياة لتباع بثمن مرتفع للزريبة لدولة تبحث عن القوة الزائفة غير باش تقارع الجيش الجزائري. وهذه أغلب الإخوة في الجزائر ما كانوش يعرفوها الحقيقة هذه. المشكل يا الخا والفضيحة لا تكمن فقط في أن الدبابة قديمة برك، بل حتى في طريقة التسويق الإعلامي اللي حاول إقناع الرأي العام في المروك أنه حصل على أحدث التكنولوجيا، بينما الحقيقة أن هذه التكنولوجيا تعود إلى الثمانينيات. دبابة أبرامز يا الخوة ماهيش دبابة حديثة، يعني النسخة الأبرامز M1A1 تم إنتاجها في الثمانينيات، وهذا معروف، وهذيك الصورة أمامكم. يعني كلش موثق. أنا قلتها في بداية الفيديو، قلنا كلش بالدليل والحجة، وأنه ما يسمى بتطويرها إلى معيار M1A2 لا يغير من كونها معدات مستعملة، يعني الحاجة اللي قديمة ومستعملة برغم أنك تطورها ودير لها تحديث تبقى حاجة قديمة. الجيوش الحالية كلها راهي تتجه لدبابات جديدة كليا، دبابات T90 ولا اليوبارد ولا لوكلير الفرنسية إلى آخره، اللي تفوق في أنظمة الحماية والوعي الميداني والقدرة على مواجهة التهديدات. على كل، الصفقة هذه تكشف التناقض بين الخطاب الرسمي اللي يبيع الوهم والواقع العسكري المروكي اللي يشتري معدات قديمة من مقبرة أمريكية ويعرضها على أنها إنجاز استراتيجي، في حين أنه الحقيقة أنا قلناها ما عندنا مزيدو. الحقيقة أنها مجرد خردة ومخلفات حرب الخليج، وأنها أقرب إلى فضيحة عسكرية وسياسية، لأنها تفضح هشاشة الخطاب الإعلامي المروكي وتكشف أن ما يعرض على أنه قوة حديثة ليس سوى خردة قديمة. تطلع تهبط، جبت الخردة أخويا. لذلك مرة أخرى دعكم من الجزائر ودعكم من الجيش الجزائري، ما توصلش روحك للعيب. تضحك على جيش يشري السلاح تاعو بحر ماله بدراهمو، ونسيت ولا تتناسى ولا لا تعلم أنه جيشك يقوم بمناورات تحت مظلة الجيش الأمريكي، يقتات على أسلحة أمريكية، يجيب الخردة الأمريكية، لا يقوم بمناورات دون حليفه الأمريكي. ونقدر نمدلك عشرات الأمثلة، وما زال بإذن الرحمن راح يكونوا فيها فيديوهات كثيرة مادام ما حبيتوش تحشموا. انا ما راحش ندير لك قصف ولا نحكي لك على البطاطا ولا نحكي لك على جو سي باكوا، نحكي لك على الامور الاقتصاديه في المروك، نحكي لك على الجانب العسكري. راح نعري لك الجيش تاعك بيان كوميلفو باش تعرف الوزن تاعك ومكانك وحجمك الحقيقي امام الجيش الجزائري. نتمنى من كاع الاخوه ان شاء الله يدعمونا القناه هذه، ما تنساوناش بلي لايك، ما تنساوناش بالبارطاج، ونستناوكم في التعليقات لتحت. شكرا لكم على المشاهدة، تحياتنا الطيبة.